السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين طبعا عشان خاطر العيد. انا عارفة ان انا متأخرة شوية في تنظيفات العيد، بس والله كان نفسي انزلها من بدري. واكون معاكم خطوة بخطوة، بس زي ما انتم عارفين الظروف وساعات بتبقى اقوى مننا والله العظيم بجد. وبيعدي الوقت من غير ما بنحس ان الحمد لله الحمد لله يا رب روقت ونضفت وخلصت الحمد لله. بس ما لحقتش اصور ولا انزل اي حاجة. لا انا يعني انا صورت، بس انا ما لحقتش ان انا انزل يعني ايه اللي هي ترويقة العيد وكده. بس قلت مش مهم الوقت، المهم ان انا اشارككم لحظتي الحقيقية واوريكم اننا مش لازم نبقى يعني مثاليين عشان نبدأ. تمام، كلنا بنتأخر وكلنا بنتعب، بس في الاخر بنحاول نكمل. وده بقى يا حبايب قلبي ايه شوية كده من تنظيفات المتأخرة بتاعت العيد. يمكن ايه يعني نزلتها متأخرة بس غصب عني. تمام. كل سنة كمان مرة وانتوا طيبين كلكم يا رب، وينعاد علينا الأيام وعليكم بخير. وعقبال السنة الجاية يا رب كلكم كده في فرح وهنا وسعادة. انا قبل الفيديو ده طبعا انا كنت منزله فيديو ان انا مروقه الاوضه دي. تمام، وكنسه من تحت السرير كويس. بس انا كنت سايبه المسيح لغايه يوم الفرش. هو كده الترويق دوت كان يوم الوقفه بالظبط. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا ايه يعني كان نفضت السرير بقى تنفيضه حلوه. وهبدا افرشه معاكم كده زي ما انتم شايفين. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وحبايب قلبي لو لسه اول مره تشوف القناه بتاعتي، يا ريت يا حبايب قلبي فضلا وليس امرا تشتركوا لي في القناه. وتكتبوا لي كده كومنت حلو كده منكم كده زيكم زي العسل كده. عشان انتوا عارفين ان الكومنتات بتاعتكم والله العظيم فعلا بتفرحني وبتديني طاقه كده ايجابيه. وتشتركوا لي في القناه يا حبايب قلبي، ما تنسوش واللايك بتاعكم كده الجميل يا حبايب قلبي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا خلصت كده ايه يعني فرشت السرير الحمد لله اهوت والمخدات. ماشي. هبدأ بقى ايه يعني اشيل كل اللي في الارض كده. هطبق بس البطانية الاول. زي ما انتم شايفين كده هطبق البطانية وهشيل كل حاجة بقى كده من على الارض. مثلا زي البطانية دي، زي قصدي معلش اعذروني يا حبايب قلبي والله، زي الطبلية دي طبعا هشيلها احطها على السرير. عبال بقى مكنس وايه وامسح الارض وكده. تمام. هنفض بس الكرسي اللي انتوا شايفينه ده، معلش اعذروني لو انا متلخبطه في الكلام لان مش عارفه بجد فيه ايه. هكنس كده مكانه كده وهرجعه تاني. عبال ما اكنس بقيه الاوضه وهرجع اشده تاني عشان امسح بقى. ماشي. انا بس هشيل الطبليه اللي قدامكم ديت. الطبليه دي فعلا كبيره كده، فانا اصلا كده كده هنزلها تحت في الاوضه بتاع حمايه تحت. وفي طبليه صغيره كده ايه هطلعها بدلها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بقى هشيلها خالص احطها على السرير عبال ما اخلص. مش عارفة باين في فرح ورا ولا ايه، مش عارفة. عقبال يا رب ربنا كده يفرح يا رب الناس كلها. سامعين؟ رب يفرح الناس كلها يا رب. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده ايه هشد الكومودون اللي عليه التلفزيون دوت واكنس كده من مكانه. وايه وهمسح بقى يعني انا هخلص اوضه اوضه بصراحه، يعني انا هخلص اوضه اوضه فرش وكنيس ومسيح وكل حاجه واخرج على حاجه تانية. ماشي. انا على فكره مش هلغي الصوت اللي ورا ده خالص، لان يعني والله حاجه كويسه كده وبتفرح الواحد والله. هنا بقى ايه يعني انا هلم الزباله بقى وابدا صلي على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبدا بقى امسح بقى اشد الكرسي ده كده تاني. طبعا بحط معطر. هشد الكرسي ده بقى كده خالص وامسح من تحته بقى زي ما انتوا شايفين كده. وايه وهرجع الكرسي تاني مكان. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، وما تنسونيش بدعوة حلوة كده من قلبكم. دعوة كده حلوة كده تفرحني كده وتفتح نفسي ان انا انزل فيديوهات، لان والله عظيم بجد يعني الواحد اليومين دول نفسيته فعلا والله مش عارفة الواحد فيه ايه.
مش عارفة، يمكن عشان ان انا مقصرة شوية في الصلاة، يعني مش عارفة، غصب عني والله بجد. ربنا يا رب يثبتنا جميعا. ساعات كده بيجي وقت على الواحد كده يا ولاد، والله يحس ان هو يعني مخنوق من كل حاجة، من كل اللي حواليه. مش عارفة والله، يعني يلا الحمد لله، ربنا يعديها على خير. اهم حاجة بس بالله عليكم تدعوا لكل مريض، ادعوا يعني ان ربنا يشفي يا رب مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وما يوجعش قلب ام ابدا على ضناها يا رب بحال الايام المفترجة دي. لان بجد والله الواحد نفسيته تعبانة فعلا، يعني والله الواحد ما حس بطعم عيد ولا طعم اي حاجة خالص كده. يلا الحمد لله. هنا بقى كان الحامل وقع كله كده في الارض. يلا الحمد لله. هنا بقى ايه، يعني انا بقول لكم الطبلية دي انا هنزلها تحت زي ما قلت لكم في اول الفيديو. هنا بقى بصراحة نورة كانت بتعمل معايا، شدت الكنب كده وكنست من وراه ومن تحته. وانا هنا بقى ايه، يعني هكنس بقى ايه، طبعا بنلم الزينة ولاد بتاعة رمضان. بصوا والله العظيم الواحد زعلان فعلا ان شهر رمضان خلص، بس هي دي سنة الحياة. هنا بقى انا بوريكم منظر الاوضه هي قبل ما تتفرش. طبعا حبيبه مش بتحب ان هي تطلع قدام الكاميرا، فانا بوريكم بس الاوضه وهي بقى هتروقها هي كده مع نفسها. ماشي. وانا هنا بقى هكنس كده تحت الكنب كده، وهكنس الصاله كنسه حلوه بردك وايه اللهم صل على سيدنا محمد. وهمسحها بردك مسحه حلوه كده. ماشي. بردك انا بوريكم اهوت ان حبيبه بتفرش دلوقتي السرير. يعني أنا كل شويه كده بوريكم لقطه كده من الاوضه، لان ايه يعني هي حبيبة زي ما قلتلكوا مش بتحب ان هي ايه تبان قدام الكاميرا يعني. ربنا يا رب يصلح حالنا كلنا يا رب، ويرزقنا من حيث لا نحتسب جميعا. وربنا يا رب يعدي الايام اللي جايه كلها على خير يا رب. هنا بقى بنلبس بقى المساند اللي هي بتاع الكنب زي ما انتم شايفين كده. وطبعا محمود عمال يناولني بقى لان المساند محطوطه على الكنبه التانية، محمود عمال يناولني وانا ايه بلبس انا المساند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا انا قافله الباب لان الجو بره عفرة بطريقه رهيبه، يعني الترابه اللي هي الصفرة الناعمه دي. فانا الحمد لله ما كنتش لسه اصلا مسحت ولا روقت، فقلت ايه امسح اقفل الباب عشان خاطر ايه العفرة يعني وكده. تنيتني قافله الباب ده كله لغايه اذان المغرب. حسيت ان الجو هدي كده والهوا يعني ايه وقف شويه، قمت ايه فاتحه بقى الباب. انما بالنهار كان الجو بص فظيع، وكان الجو اصلا مصفر، يعني العفرة صفرة اللي هي الترابة الناعمة دي اللي انتي اصلا ما بتشوفهاش. فانا تنيتني قافلة الباب لغاية لما خلصت خالص. هنا بقى انا ايه كنت مسحت الأوضة التانية بقى سبتها تنشف عبال ما ايه ما هفرش هنا بقى ايه السجادة دي. طبعا السجاد بتاعي دوت انا غسلاه، زي ما انتم شايفين كده بيجيلي متكيس كده ايه من مغسلة. بص انا هقلب بقى هوديها اليمة التانية عشان خاطر الايه السجادة الحرف بتاعها متني من اليمة دي، فهيعكس في الباب، فانا هلفها بقى زي ما انتم شايفين كده. ماشي. وهفرش بقى الحافظة دي. انا بحب اصلا احط الحافظات على السجاد، يعني الحافظة بتبقى سهلة الواحد بيشيلها يغسلها في الغسالة على طول، انما السجاد طبعا ايه عشان اغسله انا مبغسلش حاجة هنا في البيت، انا بوديها المغسلة على طول. صلي على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده خلصت الأوضة كده خالص. ماشي. مكنتش والله مكنتش هركب اصلا ستارة على الشباك ده، بس العيال بقى ايه ركبولي ستارة. هنا بقى السجادة دي كبيرة شوية فانا هدخلها ايه تحت السرير. هنا بقى يا حبايب قلبي انا خلصت كده الأوضة. ماشي. هخرج بقى على الصالة اركب الستاير. ماشي. نورة بردك قاعدة هنا بتركب معايا الستاير. شايفين شفشق بتاع رمضان يا ولاد لسه محطوط في الأرض.
خلي بالكوا برضك انا سايبه لسه في حاجات في المطبخ والله بتاعت رمضان مش هشيلها. انا بحب ان انا ايه يعني شهر رمضان لما بيخلص بحب اسيب ايه يعني حاجه كده معايا ذكرى كده لرمضان، مش عارفه ليه. يعني انا دلوقتي لما اوريكم المطبخ هتبصوا تلاقوني برضك لسه سايبه اللي انا كنت لازقه على الحيطه. بحب انا اصلا اجواء رمضان يعني حاجه جميله اوي والله العظيم. لا لما رمضان بيخلص الواحد فعلا بيزعل، بيحس ان هو نفسه فعلا السنه كلها تبقى رمضان. هنا بقى انا كنت خرجت بقى يعني التصوير في الحته دي اصلا مش هيعجبكم. طبعا العيال ما صوروش اصلا هما بيفرشوا الصاله، انا كنت اصلا انا مسحت وسبتهم بقى قلت لهم ايه افرشوا انتوا عبال ما اجي وصوروا، قالوا لي ماشي هنصور. بصوا بقى انا سايبه حاجه رمضان ازاي، اللزق ده مش هشيله لغايه رمضان الجاي ان شاء الله. هما صوروا لي بس الحته بتاع المطبخ دي وخلاص على كده. وانا لما جيت صورت تاني، يعني انا لما جيت صورت الصاله تاني وصورت الاوض تاني. هتشوفوا معايا اللي بص هنرجع تاني اهوت بقى للصاله بصوا. يعني نرجع تاني للصلاة هي نفس اللقطة اللي هي فاتت الأولانية دي، هي هترجع تاني بقى. وطبعا هيفرشوا بقى هما الصلاة ومش هيصوروا. أنا لما جيت من بره بقى صورت أنا كله من الأول الفرش النهائي بقى بتاع الشقة. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كده بقى يا حبايب قلبي الصلاة بقى احنا كده خارجين على الصلوات زي ما انتم شايفين. كانوا هما اللي فرشينها، انا جيت من بره لقيتهم فرشينها بس ايه ما كانوش بصراحة مصورين. وبكده يا حبايب قلبي بقى يعني وفي الاخر برضك سواء بدأتي بدري او متأخرة زي كده، المهم انك عملتي اللي عليكي. ربنا يتقبل مننا يا رب ويجعل بيوتنا كلها دايما مليانة راحة ونظافة وبركة ان شاء الله بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي وبخير وسعادة وهنا و... ويعود عليكم الأيام وعلينا جميعا يا رب بكل خير وفرح وسعادة وربنا يا رب يفرح الناس كلها يا رب وما يزعلش حد أبدا، ويكبر بخاطرنا كلها يا ولاد والله جبرا يتعجب له للسماوات والأرض. ربنا كرمه كبير والله العظيم، وكل واحد بيجيله يعني ربنا بيبتليه بأي حاجة ده بيبقى اختبار وامتحان من ربنا، ولازم نقبل ولازم نبقى قد الاختبار وقد الامتحان. لأن دوت ربنا يعني لو حمدنا ربنا على أي ابتلاء هو بيدولنا صدقوني والله ربنا هيخفف عنا كتير أوي. كده يا حبايب قلبي يكون فيديو بتاعي النهاردة خلص، يا رب يكون يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.